مع اقتراب مرحلة الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، مصر بتقدم جهود حثيثة علشان تحافظ على أمنها المائي، وبترفع ملف قضية سد النهضة في كل المحافل الدولية. يا ترى إيه اللي حصل في اجتماع وزير الخارجية المصري مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي؟ وإيه النتائج اللي طلع بيها الاجتماع ده علشان تسوية الأزمات اللي بتمر بيها القارة السمراء؟ كل ده وأكتر هتعرفوه معانا في التقرير ده من 3 دقايق. سامح شكري وزير الخارجية استقبل بنكلي إدوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية إن وزير الخارجية أعرب في بداية اللقاء عن ترحيب مصر الدائم بالحوار مع مفوض الاتحاد الإفريقي حول مختلف الموضوعات المتعلقة بحالة السلم والأمن في القارة الإفريقية، وأشار لحرص مصر على دعم الاتحاد الإفريقي وأجهزته، وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الإفريقي. شكري وضح أن اللي بتعاصره القارة من تحديات أمنية متزايدة والمواجهات العسكرية اللي منتشرة في القارة بتخلينا أمام حتمية من تكثيف آليات التشاور والتنسيق بين المفوضية الإفريقية وأجهزتها والدول الأعضاء، وتحديداً الدول اللي ليها خبرة كبيرة في دعم وتعزيز القدرات الإفريقية في مجال حفظ وبناء السلام زي مصر. وفي الإطار ده وضح وزير الخارجية إن مصر عندها تطلع للتقدم بخطوات واسعة في جهود تفعيل عمل مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وده في ظل أهمية الملف في الأولويات المصرية، وخاصة مع ريادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للملف ده على مستوى الاتحاد الإفريقي، والاحتياج الواضح للدول الإفريقية الناشطة خاصة مع تعدد الصراعات في القارة وآخرها الوضع السيء في السودان. وبالنسبة للسودان أكد وزير الخارجية على خطورة الأوضاع الراهنة ومتابعة مصر الدقيقة للتطورات اللي بتحصل وتكاتفها مع كافة الشركاء المعنيين والآليات القائمة للعمل على تسوية الأزمة في أسرع وقت. وشدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق بين الآليات والرجوع للسودان في أي ترتيبات أو مقترحات لها صلة بتسوية أزمتها، وده علشان يحافظوا على ملكية الأشقاء في السودان للحلول والمقترحات اللي بتتقدم، وكمان تبقى ضمان لاتساقها مع متطلبات السودان والأوضاع على الأرض. وكشف المتحدث باسم الخارجية أن مفوض الشؤون الاجتماعية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أكد على حرص مفوضية الاتحاد الإفريقي الكامل على التنسيق مع دول جوار السودان واللي في مقدمتها مصر، وده علشان تحقيق السلام في السودان ووقف الحرب. ومن المبدأ ده تم اختيار مصر علشان تكون ضمن مجموعة مصغرة من الدول اللي هتمثل دول الجوار في مناقشات مجلس السلم والأمن الإفريقي ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق اللي اتحطت علشان التعامل مع الأزمة السودانية خلال المرحلة الجاية. وقال السفير المصري أبو زيد إن الاجتماع ناقش ملف إصلاح مجلس السلم والأمن الإفريقي وسد النهضة الإثيوبي وتأثيره على دول المصب والوضع في ليبيا، ده غير صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي واللي دوره إنه يشرف على الوقاية من النزاعات وبناء القدرات ودعم السلام في القارة الإفريقية.